صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. يلا بينا نعمل طبق القمر اللي قدامنا ده، كباب الحلة بالبطاطس. عندي حلة هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، تحطي اللي يريحك. هنزل بمكعبات اللحمة بتاعتي، وطبعا التقطيعة دي برضو التقطيعة اللي تريحك. انا الحقيقة بحب اقطعها مكعبات بالحجم ده، لا تبقى كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، بحيث تستوي بسرعة وفي نفس الوقت وانا باكلها ما تبقاش صعبة عليا في الاكل، تبقى سهلة كده ولذيذة. تمام، هشوحها كويس، هصدمها كويس لما تنزل المية بتاعتها تماما وتشربها ولونها يغمق، بحيث يبقى لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تديني اللون البراون الجميل ده. بعد كده هنزل ببصلتين كبار جوليان، وتقدري تزودي كمية البصل على حسب راحتك، هي عامة كباب الحلة بيحب البصل قوي. تمام، زي ما اتفقنا كمية البصل اللي تريحك تماما. اوكي، هشوح البصل كويس مع اللحمة برضو، بحيث البصل ينزل المية بتاعته والعصارة بتاعته ويبدأ يدوب يدبل معايا كده. هنزل بالبهارات، رشة من جوز الطيب و7 بهارات وفلفل اسود ولورا. تمام، انا بفضل البهارات دي بس، يعني برضو عشان اعزز طعمها. رشة جوز الطيب طبعا زي ما قلنا لا غنى عنها مع اللحمة. ههدي النار عليها تماما، وقبل ما احط المية هديها 10 دقايق كده على نار هادية، وبعد كده هبدأ انزل بالمية بتاعتي. ليه عملت الخطوة دي الاول؟ بتدي اللحمة كده طعم جميل قوي لما اللحمة انا مش عارفة اسمها ايه، بس شبه انها تتسبك مع البهارات والبصل وكل حاجة تنزل عصارتها، بتخليها تحفة. وكمية المية زي ما انتوا شايفين يدوب، يعني اقل من العادي. وهنا اللحمة خلاص كان فاضل لها حاجة بسيطة على السوا، اقدر انزل بالملح بتاعي دلوقتي، واقدر انزل بالبطاطس. البطاطس مش هتاخد وقت خالص في السوا، طبعا منزلش بيها في الاول مع اللحمه عشان ما تتهريش. تمام تمام. هقلب بقى البطاطس مع اللحمه كويس، بحيث البطاطس تتجانس مع اللحمه، و10 دقايق بالظبط كانت استوت. قدمتها مع رز بالشعريه. اتمنى تجربوها بألف هنا وشفا، وهستنى رأيكم في التعليقات تقولوا لي طعمها ايه. باي باي.